في كلمات كده أول ما بتسمعها بتحس إنك داخل غرفة أسرار، ومن أشهر الكلمات دي البترودولار. في ناس تسمعها وفورا يتخيلوا إن أمريكا قعدت مع الخليج وقالت لهم من النهاردة النفط هيتباع بالدولار والعالم كله هيشتغل على مزاجنا. وفي ناس تانية بتقولك يا عم دي أسطورة إنترنت وخلاص. والحقيقة بقى إنه لا ده ولا ده. البترودولار مش خرافة كاملة ومش الجملة السحرية اللي بتفسر كل حاجة. صندوق الدولي نفسه عنده تعريف أبسط بكتير: الدولارات اللي الدول المصدرة للنفط بتكسبها وبعدين بتضخها تاني في الاقتصاد العالمي، إما بشراء سلع أو باستثمار في أصول خارجية. يعني البترودولار مش عملة جديدة ولا ورقة مطبوع عليها بترول، هو ببساطة فلوس النفط لما تبقى بالدولار وتمشي تحرك العالم. ولكن السؤال الحلو هو بقى ليه المصطلح ده بقى بالضخامة دي؟ وإزاي النفط فعلا ساعد الدولار إنه يفضل في القمة؟ وهل بقى في صفقة حقيقية ورا الحكاية ولا هي شبكة مصالح أكبر من أي ورقة؟ أهلا بيكم في حكاوي الرغايين.